السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنكمل مع بعض شرح مادة التأمين. خلصنا الفصل الأولاني ودخلنا في الفصل التاني، هو عبارة عن النظام المحاسبي في شركات التأمين. فهو هنا بيقول لي ان النظام المحاسبي لشركات التأمين هي بتحاول انها تنفذ المبادئ والفروض والسياسات بتاعة المحاسبة على نشاط التأمين نفسه، من خلال ان هو بيمزج بقى مفاهيم بتاعة المبادئ والفروض والسياسيات بالنشاط بتاع التأمين نفسه. تمام. وبيحدد تأثير المفاهيم دي على النشاط بتاع التأمين وإظهار الصفات المميزة فيها. تمام. المهم يعني بيقول لي ايه: تختلف مكونات النظام المحاسبي المطبق في شركات التأمين عن مكونات الأنظمة المحاسبية. يبقى هي ايه؟ لا تختلف. دي ممكن تيجي صح او غلط. طيب ايه هي بقى المكونات؟ عندي مجموعة مستندية، مجموعة دفترية، دليل الحسابات، تقارير محاسبية. ايه هي المستندات؟ هي أدلة بتأكد لي دقة البيانات المحاسبية من أول ما هتبدأ العملية المحاسبية بإعداد المستندات المؤيدة ليها، تمام، لحد ما تنتهي بالدفاتر والسجلات المحاسبية. تمام. لكن المجموعة المستندية تعرفها أداة توجيه يتم من واقع بيانات التسجيل في الدفاتر والسجلات، فضلا عن كونها دليل إثبات تجاه الغير. يبقى في فرق ما بين تعريف المستندات وفي فرق ما بين المجموعة المستندية. مستندات هي أدلة، لكن المجموعة المستندية هي أداة توجيه بيتم من واقع بيانات التسجيل في الدفاتر. طيب بتنقسم لإيه؟ عندي مستندات داخلية ومستندات خارجية. أول حاجة هيتكلم عنها وهي المستندات الداخلية. المستندات الداخلية اللي هي بتحرر فين؟ بتبقى جوه أقسام الوحدة الاقتصادية، يعني داخل الأقسام. بتتحرر فين؟ داخل الأقسام. طيب زي ايه بقى؟ زي مثلا كشوف الأجور، أذون صرف التعويضات، كشوف تحصيل الأقساط، كشوف تحصيل العمولات. كل دي مستندات داخلية بيتم تحريرها داخل أقسام الوحدة لاستخدامها داخل الأقسام نفسها. طيب المستندات الخارجية. المستندات الخارجية دي بيتم تحريرها بواسطة الغير، ماشي، وترد إلى الشركة، وبيتم استخدامها كأداة للتسجيل لإثباتات معاملاتها مع الغير. طيب تمام. زي إيه أمثلتها؟ المستندات والفواتير اللي هي زي مثلا سمسرة الأوراق المالية، إن أنا مثلا لما باجي أشتري أسهم أو سندات بيبقى فيه أوراق مالية أنا بدفعها. طيب ايه تاني؟ عندي عقود شراء العقارات، عندي كشوف الحسابات الواردة. كل الحاجات دي بيتم تحريرها، او كل المستندات دي بيتم تحريرها بس بواسطة الغير، بترد الى ايه؟ الشركة. ده الفرق ما بين الايه؟ الداخلية والخارجية. طيب ايه هي الشروط واجب توافرها في المستندات؟ انها تضمن كافة البيانات المطلوب اثباتها في الدفاتر، وان هي برضو تدل على الغرض اللي بتستخدمه من اجله وما ينتظر ان تؤديه من خدمات. وايه تاني؟ انه يحقق المستند قواعد الرقابة الداخلية الواجب اتباعها لاتمام العملية، وان هي تكون مسلسلة بالارقام. يبقى انا عندي كام واحد؟ عندي 4. بانها تتضمن كافة البيانات، وان هي تدل على الغرض اللي بتستخدم من اجله، وان هي المستندات دي بتحقق القواعد بتاعة الرقابة الداخلية واتباعها، وان هي تكون مسلسلة، ان تكون مسلسلة بالايه؟ بالارقام. طيب تاني حاجة بقى عندي المجموعة الدفترية. المجموعة الدفترية دي عندي منها دفاتر خاصة بأقسام التأمين، دفاتر خاصة بأقسام الخزينة، دفاتر خاصة بأقسام الحسابات العامة. هندرس كل حاجة على حدة. أول حاجة هنتكلم عنها هي دفاتر أقسام التأمين. قال لي إن بتحتفظ أقسام شركة التأمين عادة بمجموعة مساعدة، تمام، بتعاونها على حسن سير العمل. طب السجلات دي بتبقى متضمنة إيه؟ الإصدار، سجلات تجديدات، سجلات تعديلات وإلغاءات، وسجلات التعويضات. هيبدأ يعرفني كل حاجة على حدة. قال لي ان سجل الاصدار ده شركة التأمين بتسجل فيها عملياتها الجديدة مرتبة بحسب التواريخ بتاعة حدوثها، وبيخصص لكل قسم ايه؟ سجل. ويكون السجل ده في شكل دفتر او اوراق سايبة او ملف جلد، او هي عموما يعني ليها اشكال. عندها دفتر مجلد، او اوراق سايبة، او ملف بتوضح فيه الوثائق. طيب ايه بقى البيانات اللي موجودة فيها؟ رقم وثيقة التأمين، تاريخ الوثيقة، تاريخ بدء التأمين، مدة التأمين، اسم المستأمن، وهكذا. طيب ولا تسجل بهذا السجل الا العمليات الايه؟ المباشرة، اللي هي ايه؟ اللي بتعقدها الشركة. اما عمليات اعادة التأمين يكون لها سجلات خاصة، ويكون هذا السجل بمثابة يومية مساعدة لها. طيب تمام. يبقى احنا عرفنا الخلاصة بتاعة الحوار ده، ان ايه؟ ان انا عندي سجل الإصدار يسجل بها العمليات المباشرة، تسجل عملياتها مرتبة حسب التواريخ حدوثها. تمام.
تاني حاجة عندي وهي ايه؟ سجل التجديدات. قال لي ان سجل التجديدات ده ده عقد تأميني بيحصل فيه سجلات خاصة زي سجل الإصدار، لكن بيختلف فيه ان هو بيتعامل فيه التجديدات ومعاملة الإصدارات اللي بيحتوي عليه السجل. طيب ايه هي بقى الحاجات اللي بتبقى موجودة في الزيادة؟ عندي وثيقة التأمين، نوع الخطر، تاريخ التجديد. أول ما الاقي تاريخ التجديد يبقى هو سجل ايه؟ التجديدات. تمام. وباقي الحاجات أقساط التجديد والعمولة المستحقة للدفع وكل الحاجات دي، يبقى هو بيشبه سجل الإصدارات في البيانات بتاعته، باختلاف بس بعض الحاجات زي تاريخ التجديد، أقساط التجديد، العمولة المستحقة للدفع وهكذا. طيب تالت حاجة عندي وهي سجل التعديلات والإلغاءات. طيب بتكتفي بعض الشركات بإثبات الزيادة في الأقساط في حالة التعديل. بمعنى أنا دلوقتي عندي سجل الإصدارات، بقول إن أنا هعدل الأقساط بتاعتي اللي أنا عايزة أعدلها من غير بقى ما أعمل سجل اسمه تجديدات، وإثبات الإلغاءات في سجل الإلغاءات. لكن في بعض الناس أو بعض الآخرين قالوا إن إيه، لأ إحنا هنستخدم سجل خاص بالتعديلات والإلغاءات، هنعمل سجل واحد للاتنين. تمام. وقال لي بقى إن هو إيه، يتضمن سجل التعديلات بيانات مشابهة لتلك التي موجودة في الإصدار، رقم الوثيقة بس بيختلف بقى في رقم التعديل، تاريخ التعديل، القسط الأصلي، القسط بعد التعديل وهكذا. رقم اللهم صل على سيدنا محمد 4، وهو سجل التعويضات، بيسجل فيه التعويضات اللي بيتم التبليغ عنها وتسويتها. وبتختلف التعويضات طبعا من تأمينات حياة عن عن التأمينات العامة. فالتأمينات الحياة عن سجلات التعويضات، لكن التأمينات العامة بتشتمل بيانات في نهاية كل شهر. تمام. طيب تمام. تاني حاجة بقى بنتكلم عنها هو دفتر. احنا كده خلصنا دفاتر قسم التأمين، هنتكلم عن ايه؟ دفتر قسم الخزينة. عندي فيه يومية الأقساط المحصلة، يومية العمولة المسددة، يومية التعويضات المسددة، يومية الاستثمارات. أول حاجة هتكلم عنها وهو يومية الأقساط المحصلة. قال لي يومية الأقساط المحصلة دي إن القسم بتاع المختص بتاع إيصالات الأقسام بيصدرها. تمام. وبيرسلها لقسم الخزينة عشان يحصلها ويسجل الأقساط بعد تحصيلها في يومية الأقساط المحصلة. وقسم الخزينة ده بيخصص سجل مستقل لكل فرع ولكل نوع. وفي نهاية كل شهر بتتبقى إيصالات ووثائق تأمين اللي هي ما حصلتش، ويجب إن هو يتفق إجمالي الأقساط المحصلة بهذه اليومية والأقساط تحت التحصيل مع مجموعة الأقساط المستحقة. يبقى أنا لازم يكون عندي إجمالي الأقساط المستحقة في اليومية، والأقساط تحت التحصيل لازم أن يكونوا متساويين مع مجموعة الأقساط المستحقة. يبقى تاني أنا عندي يومية الأقساط المحصلة، يصدر القسم المختص بإيصالات الأقسام مع وثيقة التأمين وبيرسلها فين؟ لقسم الخزينة عشان يحصلها وياخد السجل بتاع الأقساط. وكل خزينة ليها سجل مستقل للفروع بتاعتها وكل نوع من أنواعها. طيب وفي نهاية كل شهر بيبقى شوية إيصالات، بيبدأ بقى بيبدأ يشوف هل إجمالي الأقساط المحصلة باليومية دي وإجمالي الأقساط اللي هي تحت التحصيل بتساوي مجموع الأقساط المستحقة ولا لأ. طيب تمام. اللي هي اليومية العمولات المسددة من اسمها كده، هي عمولات بتستحق للمنتجين في سجل خاص بيسمى بالعمولات المستحقة، وبتنقل المجاميع بتاعتها في نهاية كل شهر لليومية العامة. طب العمولات المسددة دي بتسجل فين؟ في الدفاتر بتاعة العمولات المسددة اللي بتنقل كل نهاية شهر في اليومية بتاعة الصندوق العام. مهم جدا دي، ان هنا في نهاية كل شهر اليومية بتاعة العمولات المستحقة بتتنقل لفين؟ للصندوق العام. ونفس النظام العمولات المسددة. طيب يومية التعويضات. يومية التعويضات دي بيستخدم لتسجيل التعويضات المدفوعة، كل نوع ليه تعويضات وليه يومية معينة، ومجاميعها في نهاية الشهر بتتحط فين؟ في الصندوق العام. طب بعد كده يوميات الاستثمار. تستثمر شركات التأمين أموالها بقصد الحصول على أكبر إيراد. احنا قايلين قبل كده إن هي الفلوس اللي هي بتاخدها مش بس إنها بتكفي بيها الأخطار اللي بتحصل لها، لأ لازم تستثمرها، فبتروح تحطها في شركة وتستثمر منها فلوسها مع ضمان إن لو لا قدر الله حصل أي أخطر تقدر تستردها تاني. يبقى تستثمر شركات التأمين أموالها بقصد الحصول على أكبر إيراد ممكن، مع ضرورة وفر الضمان اللي لازم يكون فيه ضمان عشان لو الخطر حصل. ويشترط بجانب ذلك طبعا ما عدا استثمارات التأمينات اللي على الحياة ان يكون سهلة التحويل الى نقود حاضرة، زي ما انا قلت ان ممكن في اي وقت ان انا احولها لنقود احتاجها في اي وقت، حتى يمكن للشركة الوفاء بالتزاماتها في اول فرصة بمجرد تحقق الخطر زي ما احنا قلنا. ولهذا بتستثمر الشركات اموالها في اوجه زي الاوراق المالية، القروض اللي بتمنحها، العقارات. تمام.
هيبدأ يتكلم عن الأوراق المالية، فالأوراق المالية دي دفتر صندوق الاستثمارات فيه أوراق مالية بيسجل فيها الاشترايات بتاعة الأوراق المالية والإيرادات المحصلة وكل ثمن بيع للأوراق دي، وكل مجموعها في نهاية كل شهر بيتنقل للصندوق بتاع ايه العام. طيب القروض بضمان وثائق، القروض دي دفتر برضو صندوق للقروض بيتعمل له دفتر بيحط فيها شركة التأمين للوثائق اللي بضمان، تمام، سواء على الحياة أو بضمانات أخرى، وبيسجل فيها القروض والفوائد بتاعتها. طيب بتسجل العمليات الخاصة بالإيرادات بتاعة العقارات في يومية صندوق إيرادات العقارات، لكن في نهاية كل شهر بينقل برضو المجموع كله للصندوق العام. يبقى أنا كده خلصت الأوراق المالية وخلصت القروض بضمان وثائق التأمين على الحياة أو بضمانات أخرى، وخلصت ايه العقارات. تالت حاجة بقى في الدفاتر وهي دفاتر قسم الحسابات. احنا كده قسم التأمين خلصناه وقسم الخزينة خلصناه. فقال لي ان القسم بتاع الحسابات ده ليه عدد من السجلات زي يومية الصندوق اللي احنا عمالين نتكلم عنه، يوميات مساعدة أخرى، يومية العامة، دفتر الأستاذ العام، دفتر أستاذ مساعد. كام حاجة؟ 1 2 3 4 5 5. أول حاجة اتكلم عن يومية الصندوق العام، فقال لي إن العمليات الخاصة بهذه اليومية من واقع جميع يوميات الصندوق لكل قسم من الأقسام. مش احنا كنا قايلين لا ده العمولات هتبقى تتقفل في مجاميعها فين؟ يبقى دي كلها خاصة بإيه؟ مجاميع يوميات الصندوق لكل قسم من أقسام التأمين، كما تسجل أيضا العمليات النقدية، ومش ليها يومية مساعدة خاصة بها. في يومية الصندوق العام بيجمع فيه المقبوضات والمدفوعات لهذه اليومية. طيب يومية مساعدة أخرى دي بقى بالإضافة لليومية المساعدة بيمسكها كل قسم من أقسام التأمين وقسم الخزينة، وبيسجل فيها إيرادات الاستثمارات وسجل بيع الاستثمارات. طب سجل إيرادات الاستثمارات ده اللي هو زي إيه؟ الفوائد والأرباح اللي بتستحق من الإيه؟ من الاستثمارات. طب بيع الاستثمارات، أنا ببيع أوراق مالية، ببيع اسم الاستثمار، ببيع الربح بتاعه أو الصافي بتاعه، كل دي بيدخل تحت سجل بيع الايه الاستثمار. يبقى انا عندي يوميات مساعدة اخرى ليه علاقة بسجل ايرادات الاستثمارات وسجل بيع الاستثمارات. طيب عندي اليومية العامة، اليومية العامة دي بيسجل فيها قيود إجمالية شهرية، بمعنى واقع مجاميع اليوميات المساعدة المختلفة، بالإضافة إلى قيود العمليات اللي ليها يومية مساعدة خاصة. زي إيه؟ قال لي مثلا إصدار وثائق التأمين، تجديدات وتعديلات عملية الصندوق، عملية إعادة التأمين، التسوية الجردية، كل ده بيدخل تحت اسم اليومية إيه العامة. طيب تمام. طب دفتر الأستاذ بيسجل فيه جميع الحسابات الرئيسية اللي بترحل القيود الأجمالية. يبقى أنا عندي دفتر الأستاذ ده بيتسجل فيه جميع الحسابات الرئيسية اللي بتترحل إليها القيود الإجمالية. طب دفتر أستاذ مساعد ده بقى فيه حاجات كتيرة جدا، زي مثلا أستاذ مساعد الأوراق المالية، مساعد العقارات، مساعد منتجين، مساعد بنوك، مساعد مدينين دائنين، أمانات، عهد، سوري العهد، مساعد لشركات إعادة التأمين. كل ده تحت اسم ايه؟ دفتر أستاذ مساعدة. والباقي ملغي. هو لحد هنا بس الفصل التاني. سريعا بس كده مراجعة سريعة على الفصل. أنا عندي النظام المحاسبي المكونات بتاعته مجموعة مستندية ودفترية ودليل حسابات وتقارير محاسبين. طيب المجموعة المستندية أنا عندي داخلية وعندي خارجية. داخلية يعني جوه المبنى جوه الأقسام، زي كشوف الأجور، أذون صرف التعويضات، كشوف تحصيل الأقساط، كشوف تحصيل العمولات. طب الخارجية أنا عندي زي فواتير شراء الأسهم والسندات، عقود شراء العقارات، كشوف الحسابات، إشعارات الخصم، الإضافة الواردة من شركات التأمين. طيب ايه هي الشروط الواجب توفرها في المستندات؟ انها تتضمن كافة البيانات تدل على غرض تستخدمه او تستنفع منه، ان يكون المستند ليه قواعد بيتحقق فيه القواعد بتاعة الرقابة الداخلية، ان هو يكون ايه؟ يكون مسلسلة بالارقام. طيب ده كده خلصنا المستندية. طب التاني حاجة الدفترية، عندي دفاتر خاصة بأقسام التأمين والخزينة والحسابات العامة. طب انا عندي دفاتر اقسام التأمين بتتضمن سجل الاصدار، ده اللي هو السجل اللي بيتحط فيه اللي هو العمليات المباشرة،
تمام، ومترتبة بالتواريخ بتاعة حدوثها. عندي سجل التجديدات، وده بيشبه سجل الإصدارات مع زيادة في بعض البيانات زي تاريخ التجديد وأقساط التجديد. طيب سجل التعديلات والإلغاءات، في ناس قالت لأ التعديلات نقدر نعملها في سجل الإصدارات، وفي البعض الآخر قال لأ نعمل سجل التعديلات والإلغاءات وبيزيد فيه عن سجل الإصدارات تاريخ التعديل والقسط الأصلي والقسط المعدل. طيب سجل التعويضات، ده السجل اللي بيتم فيه التبليغ عن التعويضات وتسويتها، وبتختلف سجلات التعويضات بتاعة تأمينات الحياة عن التعويضات التأمينات العامة. طيب تاني حاجة عندي دفاتر قسم الخزينة، يومية الأقساط المحصلة، ده اللي بيتحصل فيها الأقساط المحصلة، وقلنا إن المجموع بتاعها لازم يكون بيساوي المجموع بتاع الأقساط تحت التحصيل. تمام، والمستحق. يومية العمولات المسددة، قلنا العمولات اللي بتتخصص لإيه للناس اللي هي بتساعدنا إن احنا نسدد الأقساط دي. طيب يوميات التعويضات ويوميات الاستثمارات، قلنا يوميات الاستثمارات دي إن لازم أن يكون عندي النقود، إن الاستثمارات دي بتحقق لي عائد، بس في نفس الوقت لازم أن تكون الأموال بتاعتها سايلة في أي وقت أقدر أحولها لنقود. طيب يوميات الاستثمارات عندي أوراق مالية، وعندي قروض بضمان وثائق تأمين على الحياة أو ضمانات أخرى، والعقارات. أوراق مالية زي ما احنا قلنا سندات وقروض وغيرها، والقروض بتاعة التأمين على الحياة زي مثلا بضمان أرض أو بضمان عقار، والعقارات دي الإيرادات اللي بتظهر منها. طيب دفاتر قسم الحسابات، عندي يومية الصندوق العام، يومية مساعدة أخرى، يومية عامة، دفتر أستاذ عام، دفتر أستاذ مساعد. طيب أنا عندي يومية الصندوق العام، احنا قلنا اليومية دي فيها المجاميع بتاعة الأقسام كلها. طب مساعدة أخرى، عندي سجل بيع الاستثمارات وسجل الإيرادات بتاعة الاستثمارات. اليومية العامة دي فيها مجاميع الأقسام برضو. طب دفتر الأستاذ دي اللي بيتعمل فيها الحسابات الرئيسية بس. طب دفتر الأستاذ المساعد دي بقى فيها كل من هب ودب. أمثلة على اليومية العامة، عندي إصدار وثائق جديدة، عندي تحديدات وتعديلات وثائق التأمين، عندي عمليات الصندوق، عندي عمليات إعادة التأمين، عندي التسويات الجردية. طيب دفاتر أستاذ مساعدة، عندي مساعد أوراق مالية، عقارات، منتجين للبنوك، المدينين، للدائنين، للأمانات، للعهد، لشركات إعادة التأمين. وكده نكون خلصنا الفصل التاني تأمين. أي حد عنده أي أسئلة يبعتها على الكومنتات. ما تنسوش تدعمونا لو الشرح عجبكم.